هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ احنا جايب بودكاست. لو انت اول مرة تسمعنا، فالبودكاست ده معمول للشباب. هنكون بنتكلم عن افكار ومواضيع كتير قوي بتهمنا كشباب، واسئلة كتير قوي بنفكر فيها ومش بنبقى لاقيين لها اجابة. والنهارده هيكون معانا رورو من الناس اللي فرقوا في حياتي قوي، واللي عارفاهم من وانا صغيرة قد كده. هاي يا رورو، ازيك؟ هاي سيمو، ايه الاخبار؟ كله حلو. كله حلو. رورو، عارفة اوقات كده لما بنبتدي نمشي سكة مع ربنا بنحس انه الحياة ups and downs، وان انا مرات كتير قوي ببقى حاسة ان انا في الداون اكتر ما انا في الاب، او انا حاسة ان انا طول الوقت بخسر، او اغلبية الوقت بخسر، ومش ببقى عارفين ايه المشكلة. يعني هل المشكلة فيا ولا ولا في حاجة مش شغالة انا بعملها غلط، ولا ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ولما بنحس او يعني لما بنقول فكرة انه نصرة وان انا انتصر وكده، بتحسسني ان احنا في حرب. فلو احنا بقى في حرب بجد، طب مين الاعداء؟ او يعني كلمينا كده اكتر عن قصة الاعداء دي طيب يا سيما، اوكي، انا مبدئيا موافقه قوي ان احنا فعلا في حرب. دي حقيقه، وممكن نتكلم عن الحته دي اكتر. بس قبل ما ابتدي اتكلم عن ايه الحرب ومين الاعداء وانا في الجيم ده بلعب قدام مين، انا بس نفسي اقول حاجه فارقه معايا، انه انا مدركه قوي اللي انتي بتقوليه، ومدركه انه وحش قوي اني احس ان انا شخص خسران لما بلعب جيم وبخسر. حاجة محبطة جدا. وبالأولى بقى لو أنا طول الوقت بخسر، فأنا بلعب جيم وكل مرة ألعب الجيم ده أخسر. لو أنا بلعب رياضة وعلى طول خسران، أو بشجع فريق على طول بيخسر، دي حاجة محبطة. لو لو أنا بلعب رياضة واللعبة دي طول الوقت بدخل فيها ماتشات قدام حد وبخسر، غالبا اللي بوصل له ان انا مش عايزه اجرب تاني. يعني انا مش هلعب الرياضه دي تاني، صح. لاني خسران طول الوقت. ايه اللي يخليني اعملها؟ فالخساره بتجيب احباط. فممكن يكون حاله حد هو بيسمع الكلام اللي احنا بنقوله ده، هو حاسس ده انا محبط. يعني انا حاسس ان انا في علاقتي بربنا، زي ما انت كنت لسه بتقولي، انا شخص محبط، انا مش عايزه اجرب تاني خلاص، لان انا طول الوقت في الداون زي ما انت قلتي، طول الوقت خسران. مش حاسس ابدا لما حد بيتكلم عن نصرة ان انا شخص منتصر. انا محبط جدا. فانا موافقه قوي على الفكره دي. بس مهم اعرف فعلا انا بلاعب مين، لانه مش منطقي ان انا لو بلعب رياضه ما بقاش عارف اي حاجه عن الرياضه دي. يعني ما اعرفش مين اللي بيلعب قصادي. مفيش حاجه اسمها كده. يعني مفيش نادي بينزل يلعب في ماتش هو ما يعرفش مين اللي هيدخل يلعب قصاده وايه امكانياته، بيلعب يعني مع مين. دي حته مهمه قوي، لاني محتاجه اعرف امكانيات الحد اللي قدامي، ومحتاجه اعرف انا كمان لما هلعب ازاي، وايه الرولز اللي انا هلعب بيها. لو انا في حرب انا معايا سلاح، يعني العب، يعني احارب بيه، ولا الوضع شكله عامل ازاي. فمهم قوي اني افهم عن الحد اللي انا نازل العب الماتش ده قدامه، او لو في حرب، كونتكست حرب، يعني انا بحارب قدام مين. صح. اوقات كتير كمان مش بنبقى مدركين ان احنا في حرب، يعني او بنبقى حاسين، يعني بنبقى ناسين اصلا الفكرة. صح جدا. اوقات ببقى حاسس ان ده الحياه، يعني هي الناس كلها محبطه، اه. بس مش مدرك ان انا ممكن اكون محبط لان انا بلعب قدام حد انا في حرب وخسران، لاني ما اعرفش اي حاجه عن الحرب، او ما اعرفش انا مين اللي بيحاربني. عشان كده انا خسران، وعشان كده انا محبط. ده مش العادي. فلو احنا ابتدينا كده نفكر شوية ونعرف الكتاب المقدس بيقول لنا ايه عن الناس او الاعداء اللي قدامي، اللي بيحاربوني في الحرب او بيلعبوا الماتش ده قدامي. فالكتاب المقدس بيعلمنا انه في 4 اعداء في حياتي الروحية، في علاقتي بربنا. ابليس ده عدو، وده غالبا كلنا مستنتجينه. ايوه اكيد ابليس هو عدو. بس كمان الخطية عدو. والعالم. وممكن تكون بس كلمة العالم دي غريبة، مش فاهم مين العالم، الناس يعني ولا ايه. محتاجين نفهم دي اكتر. والموت. 4 اعداء. احنا عندنا 4 اعداء بيحاربوني في علاقتي الروحية او علاقتي بربنا. فلو ابتديت اتكلم كده شوية او افكر في اول عدو هو ابليس. ابليس الكتاب المقدس بيقول كده في آية في افسس انه محاربتنا ليست مع دم ولحم، يعني مش مع بني ادمين، بس مع الرؤساء ومع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، ومع أجناد الشر الروحية في السماويات. ولما نسمع الآية دي وهو بيتكلم بيوصف إبليس، نقدر نفهم إنه أنا بحارب قدام جيش. صح؟ مش انت عندك الامبريشن ده؟ أنا مش بحارب مع حد، أنا بحارب مع رياسات
وسلاطين وولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، ومع أجناد يعني كأن بقى دول الصغننين، يعني شوية عساكر صغيرين. عساكر صغيرين. فأنا بحارب قدام جيش. هي حاجة مرعبة، صح، ترو، هي حاجة مرعبة لأنه هو جيش كبير. بس في حاجة مهمة قوي عايزة أقف عندها في الآية دي. الآية دي بتقول إنه احنا بنحارب مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر. complicated شوية الجملة. ولاة العالم معناه عارفين لما يكون في ولاية وده الوالي بتاع الولاية دي هو بقى والي على ايه او رئيس ماسك ايه الولاية اللي تحتيه الظلمة، ظلمة هذا الدهر. تخيل كده معايا، عايزاكي تتخيل كده سيمون ان انت مثلا حد خطفك وحطك في أوضة ضلمة جدا وربط ايدك ورجلك وغمى عينيكي وانت في حتة ضلمة، هتبقي حاسة بايه؟ خنقة، توهة، خوف، رعب. هو ده بالظبط إبليس، رئيس الظلمة. والكتاب المقدس كمان بيعلمنا إنه يسوع نقلنا من سلطان الظلمة أو أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا لملكوت ابن محبته. وفي الآية دي كمان بتقول expression مهم، إن الظلمة ليها سلطان. يعني إيه سلطان؟ يعني ليها قوة، ليها power. يعني إبليس عنده سلطان في منطقة رياسته دي بتاعة الظلمة. فأنا عايزة أقف هنا وقفة وفكر كويس قوي في الكلام اللي بيتقال، لأنه هو كلام مهم قوي. أنا ممكن أكون بعمل وأجرب شوية حاجات في حياتي، خطايا كده، هي خطايا، هي خطية فعليا، بس أنا بسميها مسميات تانية. أنا بقرر مثلا هقول اوكي هجرب، يعني كل الناس بتعمل كده عادي، يعني او انه مرة مش هيحصل حاجة او كده، او انه مرة مش هيحصل حاجة. كل الشباب بتتفرج على البورنوغرافي، اشمعنى انا؟ يعني عادي، كل هو ايه اللي يعني ميكراش حاجة اتفرجت يعني عليها. فخروجة كل الناس بتشرب حاجة معينة او بتجربها، ميكراش حاجة، هجرب. بس عايز شكلي كول زي الناس، او عايز اعمل حاجة شبه اللي كل الناس بتعملها، مش هقدر يعني ابقى قاعد في قاعدة زي دي وما اعملش الحاجة دي. وممكن اكون بقرر اني هشرب الحاجة دي مثلا لان انا محبط جدا، فيعني هي دي الحاجة الوحيدة اللي بتديني شوية بلاجر كده وانبساط بسيط في حياتي، بس توهني عن الضغط النفسي اللي أنا أو الحزن العميق أو التوهان الكبير اللي أنا طول الوقت عايش فيه. فهجرب، فبسميها مسميات تانية، بس في الحقيقة هي خطية، دي حقيقتها. كل مرة بقرر أعمل كده أنا مش بهرج، يعني مش بعمل حاجة كده وخلاص، أنا بفتح على حياتي أبواب سلطان الظلمة. أنا بفتح على حياتي ان ابليس يكون له السلطان ده. انا بدخل نفسي جوه الحته اللي ابليس ليه سلطان وليه قوه وباور عليها. فدي حته مهمه قوي 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 انا محتاجه افهمها. فممكن الاقي نفسي بقالي وقت طويل كئيب جدا، يعني عايش في كآبة رهيبة، او عايش في خوف طول الوقت، او عايش في حزن عميق قوي. بصحى من النوم كده حاسس اني مخنوق ومش عارفه انام ومش عارفه اعيش. يمكن تكون محتاج تقف وتفكر، هو انت فاتح على حياتك ابواب ظلمة؟ انت مقرر ان انا هدخل مع ابليس وحط ايدي في ايده وانا مش فاهم ان انا بعمل كده؟ خد بالك كويس قوي، لانه ابليس العدو عنده قوة، عنده سلطان اسمه سلطان الظلمة. وسلطان الظلمة ده يعني هيجي في حياتك يمكن زي ما كنت لسه بقول حزن، كآبة، خوف من الوقت الجاي. في حد كده اعرفه يعني في وقت كان بيقول لي ان هو حاسس ان نهاية حياته هتكون وحشة، يعني هيحصل له حاجة وحشة. وفكرة عنيفة قوي. منين جاب الفكرة دي؟ سلطان الظلمة. هو ده لسلطان الظلمة طول الوقت عايش في خوف من الوقت الجاي ومن حياتي، وخايف من ربنا وخايف من الناس وخايف من مواقف معينة تحصل. ده سلطان الظلمة. طب ازاي يا رورو انتصر على ابليس والضلمة والقصة اللي كنت بتحكي فيها؟ نفسي كده أقول إنه يسوع هو الحل. ونفسي أقول يسوع كده بوضوح، لأنه هو كل الحل، وفي حل كل الحرب اللي بتدور دي. لأنه طول ما احنا بنتكلم أنا شخصيا عمالة أفكر لنفسي إنه أنا صغير قوي قصاد الحرب أو قصاد الجيش ده، رؤساء وسلاطين وولاة وسلطان ظلمة وفيلم كبير قوي، وأنا يعني غلبان قوي على الكلام ده كله. يعني أنا أبسط قوي من كده، أو ما عنديش يعني أقدر أحاول، ومهما حاولت أنا بقع. ده اللي كنا بنقوله في الأول. فالحل مش عندي،
مش أنا اللي عندي النصرة في يسوع. لأن الكتاب المقدس بيعلمنا في آية في فيليبي بتقول إنه لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة من في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. إيه الكلام الكبير قوي ده؟ بس الكلام ده بيقول حاجة مهمة قوي، بيقول إنه يسوع في السماء على العرش، وبتكسو يعني بتنحني بتسجد لاسم يسوع كل ركبة اللي في السماء واللي على الأرض واللي تحت الأرض. يعني إبليس كمان وكل السلطان الرهيب ده قدام يسوع بيسجد. ليه ده حصل؟ علشان يسوع مكتوب كده في آية في كلوسي بتقول كده إنه يسوع في الصليب جرد الرياسات، كلام كبير برضو بس هنقف عنده شوية ونفهمه. جرد الرياسات دول اللي هم إبليس، لو بيفكرنا بحاجة بيفكرنا كل لسه بنتكلم عنه إن هم رؤساء وسلاطين ولا، هو جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. كلام مكلكع أكتر من اللي قبليها، بس معناه إنه يسوع في الصليب جرد الرياسات، يعني شال الباور ده، السلطان اللي عند إبليس الكبير قوي ده والأسلحة اللي عنده جرده شالهم منه. ظافرا بهم، ظافر يعني الناس بقى اللي بتعرف لغة عربية، ظافر يعني منتصر على إبليس وكل الجنود وكل الجيش ده في الصليب. ففي يسوع إبليس مجرد من كل سلطانه. عشان كده لما نقف عند قصة مثلا زي قصة مجنون كرة الجدريين، ممكن يكون في ناس سمعت القصة دي، إنه واحد كان عليه شياطين في منطقة اسمها كرة الجدريين. ولما يسوع وصل للمنطقة دي، يعني نفسي نقرأ مع بعض كده حتة صغيرة قوي اللي بتتكلم عن الجزء ده، مجنون كرة الجدريين. بيقول كده في القصة دي متكررة في الكتاب المقدس كذا مرة في مرقس ومرة في لوقا. ففي مرقس في إصحاح 5 بيقول كده إنه جاء إلى عبر البحر إلى كرة الجدريين، ده اللي هو يسوع والتلاميذ، ولما خرج من السفينة للوقت استقبله من القبور، يعني الراجل ده كان عايش في مقابر، إنسان به روح نجس. كان إبليس بقى وكل جنوده دول روح نجس ساكنين جواه. فده ليفل الوحش يعني في إن هو تحت سلطان الظلمة. كان مسكنه في القبور، ولم يقدر أحد أن يربطه ولا بسلاسل، لأنه كان كل ما حد يربطه، يعني مكتوب كده إنه قد ربط كثيرا بقيود وسلاسل فقطع السلاسل وكسر القيود. مكانش حد يقدر حتى يربطه من كتر ما كان تحت متمكن منه قوي قوي. فلم يقدر أحد أن يذلله، وكان دائما ليلا ونهارا في الجبال وفي القبور يصيح ويجرح نفسه بالحجارة. أنا مش عارفة الشخص ده فتح على نفسه أبواب الظلمة لغاية فين عشان يوصل للمرحلة دي، بس الواضح إن هو فتح أبواب الظلمة جامد ودخل قوي، لأنه يفرق أنا جربت ولا أنا بقالي سنين عايش في الخطية. فدي المرحلة اللي هو وصل لها، كان بيجرح في نفسه. فلما رأى يسوع الشخص ده من بعيد ركض وسجد له وصرخ بصوت عظيم وقال: مالي ولك يا يسوع ابن العلي، أستحلفك بالله أن لا تعذبني. ده من منظر إبليس اللي ساكن جوه الشخص ده أول ما شاف يسوع، اللي عمال يقطع في كل السلاسل ويصرخ ومفيش حد قادر عليه. أول ما شاف يسوع سجد وقال له: أستحلفك بالله أن لا تعذبني. هو إيه الباور اللي هو شافه؟ لأنه إبليس عارف إن هو على الصليب اتجرد من القوة بتاعته. فقدام يسوع بس اللي اتصلب على الصليب ما يقدرش يعمل الحركات اللي بيعملها عليه، ما يقدرش يستخدم كل سلطانه، لأنه هو اتجرد من سلطانه قدام يسوع. هو بيخاف جدا، بيسجد ليه. دي الآية كانت بتقوله لنا. فلو أنت النهاردة الكلام ده أنت عايشه بينطبق عليك، أنا ممكن أكون فتحت باب الظلمة وأخدت خطوة أو 10 خطوات، أو بقالي سنين عايش في ضلمة جامدة قوي وكآبة ملهاش حل. لو انت جوه خالص لدرجة الحالة اللي وصل لها الشخص ده مجنون كرة الجدريين، إبليس قدام يسوع بيسجد ويخاف وبيستحلفه: من فضلك ما تعذبنيش. فانت نفسي أقولك الخبر ده كده، مش عارفة انت بتسمعه لأول مرة ولا سمعته قبل كده، بس انت ينفع تلعب في الفريق الكسبان. يسوع الفريق بتاعه كسبان. يسوع ليه كل السلطان، سلطان أكبر بما لا يعني كبير قوي، أكتر بكتير قوي من السلطان اللي عند إبليس. لو إبليس عنده جيوش، الجيوش دي كلها قدام يسوع بتسجد. انتهى الموضوع، لأنه على الصليب يسوع جردهم من السلطان اللي عندهم. عشان كده ينفع النهاردة أروح ليسوع، ألعب في الفريق بتاع يسوع، ما فضلش خسران. لو فضلت تحاول انت طول الوقت علشان تطلع بره الضلمة مش هتقدر، ما عندكش الإمكانيات دي.
لكن يسوع بس عنده الامكانيات دي. فلو النهارده سالنا نفسنا ايه الحل، انتصر ازاي على ابليس؟ يسوع هو الحل. حاجة مشجعة قوي ان انا احس انه على قد ما ابليس حاجة كبيرة قوي وقوات كتير قوي، بس في شخص اكبر منه ولا حاجه انا ينفع قدام اتحمي يسوع. فيه. يس. طب انت ليه يا رورو كنت بتقولي في الاعداء العالم، يعني او ليه الكتاب المقدس بيقول انه العالم من ضمن الاعداء بتوعنا؟ اوكي سيمو، ده كمان سؤال كويس قوي، لانه احنا في الاول كنا بنقول انه الابليس مش هو العدو الوحيد، العالم كمان عدو. بس هو قبل ما نفكر في العالم كعدو، احنا محتاجين نفهم اصلا يعني ايه العالم. ايه كلمة هو كبيرة قوي، يعني ليه العالم عدو؟ كله عدو. كل دول اعدائي. كتروا قوي مني. في آية في الكتاب المقدس في رسالة يوحنا دي رسالة من الرسائل موجودة في العهد الجديد في الآخر كده خالص. بتقول آية، والآية دي مشهورة إن احنا بنسمعها أوقات كتير قوي في الكنيسة، هي معروفة لما تسمعوها تحسوا أيوة أنا عارفاها، دي بسمعها أوقات في الكنيسة. بتقول كده: لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب، لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة. كأنه بيوصف الكاركترستكس كده العالم ده، يعني شكله عامل زي العالم مش مقصود بيه البني ادمين، يعني مش الناس كلها اعدائي، مش زي ما كان في آية تانية بيقول انه يسوع حب العالم وبذل نفسه عشان. لا، مش العالم مش مقصود بيه البني ادمين، لان احنا اتفقنا في الآية الاولانية خالص انه محاربتنا ليست مع ايه؟ مع دم ولحم. مع دم ولحم، مقصود بيهم بني ادمين. فانا محاربتي مش مع بني ادم، مش مع صحابي، مش مع اهلي، مش ولا مع صحابي ولا مع أهلي ولا خالص، مش هم دول أعدائي. فعلاقتي بربنا أنا عندي عدو تاني. لو طبقنا نفس الكلام ده على العالم، فالعالم هنا مش مقصود بيه البني أدمين، هو مقصود بيه الأفكار، الفاليوز، القيم، الطريقة اللي العالم بيمشي بيها. والآية دي بتفهمنا العالم بيمشي إزاي. لأنه إحنا عارفين إنه مين رئيس العالم؟ إبليس. فإبليس ده اللي كنا لسه بنتكلم عنه، لأنه دي كمان منطقة رياسته. فهو الطريقة أو الفاليوز بتاعته هي اللي موجودة في العالم. فالآية دي كانت بتقول لنا إن هي شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة. يعني إيه برضو الكلام المكلكع ده؟ شهوة الجسد يعني حاجات بشتهيها بجسدي، كل ما هو حاجات يمكن تدخل في الإطار الجنسي. فأنا بص ولدي بص على بنتي ويشتهيها جنسيا، شهوة جسد وشهوة عيون. كل ما بص على حاجة أبقى عايز أخدها لنفسي، أبقى عايز أمتلكها، عايز تبقى وإنكلودينج في ده يدخل كمان في ده بني أدمين. حاجة يعني صعبة قوي ان انا ابقى بتعامل مع حد عايز يمتلكني طول الوقت. انا اوقات بحس ان هي حاجة وحشة في البني ادمين، بس في انا لا، عادي انه واحد يبقى عايز يمتلكني، دي حاجة صعبة قوي. بس خد بالك ان انت كمان لو في جوه العالم، جوه السلطان منظومة دي بتاعت العالم، فانا كمان بعمل نفس القصة. انا كل حاجة سواء حاجات او بني ادمين انا عايز امتلكها. وتعظم المعيشه يعني انا عايش طول الوقت في كبرياء، بشو اوف الحاجات، بوري الحاجات اللي عندي. انا مش بجيب عربيه عشان اسوقها، فرق كبير قوي. بجيب عربيه عشان اوري انا مين. انا عايز يبقى عندي احسن بيت واحسن صحاب، حتى صحابي انا مش عايز يبقى عندي، انا عايزه اتصاحب على احسن شله في المدرسه عشان اوري انا مين، اتمنظر بيهم. هو دي الطريقه اللي بيفكر بيها العالم. عشان كده العالم كمان عدو ليا. يعني عايزه اقول حاجه مهمه قوي كمان ليها علاقه بالوقت ده. لو انا دلوقتي فهمت العالم ماشي ازاي، انا محتاج كمان اركز انه في حاجات في العالم بتضغط جامد قوي عليا بالافكار دي او بالطريقه دي، او عايزاني ابقى انا كمان بفكر بالقيم دي. واحده منهم السوشيال ميديا اصلا كله عباره عن تعظم معيشة، أو يعني إن أنا أوري أنا عندي طول الوقت. لدرجة إن أنا أوقات أنا شخصيا بتضغط جدا لما أقعد أتفرج على صور الناس وبيعملوا إيه، بتحسي you're not enough، أو إنه في حاجة ناقصاكي، أو إنه كارثة، في حاجة المفروض أكون بعملها دلوقتي، أو الناس كلها بتعمل حاجة وأنا مش بعملها معاهم. صح. والمواقف الحلوة اللي بتحصل أنا وصحابي مبقتش بتتعمل عشان بس أتبسط بيها، أنا بصورها وأحطها على السوشيال ميديا. هي دي الطريقة اللي بقيت الناس بتفكر فيها. فأنا بالتالي أنا كمان بقيت عايش بنفس الطريقة. محتاج أنا كمان شو أوف، أوري، أظهر، أبين الحاجات اللي عندي، وإلا أنا مش كويس زي ما أنت كنتي بتقولي، مش كويس enough زي بقية الناس، أو الناس مش هتقبلني بشكل كافي. العالم كمان لو ناخد بالنا هو
انا بدرس ماركتينج، فلاني بدرس ماركتينج فاهمه قوي انه في حته كده في الماركتينج بتلعب على السب كونشس زي ما بيقولوا اللاوعي بتاع البني ادم. فانا بحاول اقنعك بحاجه من غير ما تركزي ان انت بتقتنعي بالفكره دي. بحاول مثلا احفظك اسم براند معين عشان تبقي عارفاه طول الوقت. هو ده اللي العالم طول الوقت بيعمله. فطول الوقت العالم بيحاول يحط افكار في اللاوعي عندك، فتلاقي نفسك خلاص هي دي الطريقه بفكر. انا مش حاسس ان في حاجه بره ان انا اشو اوف. يعني هو انا اصلا بسافر ليه؟ انا بسافر عشان اخد صوره احطها على السوشيال ميديا، غير كده اصلا ايه المعنى يعني؟ ايوه عارفه اوقات كتير مثلا انا ابقى مش متضايقه ان انا مش مسافره او عادي، يعني انا قاعده في البيت وتمام، بس ما بشوف صور الناس كلها مسافره وما اعرفش مين فين، ببقى حاسه ايه ده، هو انا ليه ما سافرتش مع اني كنت اوكي قبلها عادي. بالظبط كده. ايوه. واوقات مش بس اني اشو اوف، بس كمان شهوه العيون وشهوه الجسد اوقات هي كمان بتضغط عليا. لو انا موجود وسط ناس مش بتفكر غير بالطريقه دي، بحس ان انا تحت ضغط رهيب ان انا اعمل زيهم، والا انا مش هينفع ادخل وسط الناس دي. مش بفت كويس يعني، مش عارف اتصاحب عليهم، لان الناس دي في كل خروجاتهم بيقولوا كلام معين وبيعملوا حاجات معينه. رغم ان انا عارف انا مش عايز اعيش كده، بس مش قادر، مش هينفع. ده الضغط اللي بيعمله عليا العالم. لما تتكلم مع حد دلوقتي بتلاقي ان الناس كلها بقت شبه بعض، صح؟ مش بتحسي كده؟ حتى هزار الناس بقى شبه بعض. مفيش حد بيعرف يختلف او عنده الجراءه انه بيختلف. بس انا نفسي اقول على حاجه مهمه قوي. يعني انا شخصيا كرورو اكتر ناس فرقت معايا في حياتي هي الناس المختلفه. وحتى لو انت شكلك مختلف عن الناس، بس الاختلاف هو اللي بيخلي الناس تبص لك وتحس، حتى لو في الاول بيبان تريقه. نفسي اشجعك تبقى مختلف، ما تخافش. يعني ما تخافش لو الحاجات اللي بتحصل دي عكس المبدأ اللي عندك، تقول انا مش عايز اعمل كده، انا مش عايز ابقى شبه، انا مش عايزه اتصرف ولا اقول الكلام ده ولا اشرب الحاجات دي ولا اتفرج على الحاجات دي، ولا هي دي تبقى طريقه هزاري وهو ده شكل الحياه اللي انا عايزه اعيشها. يعني dare to be different. خليك جريء ان انت تقول ده مش انا مش عايزه اعيش بالطريقه دي. طب قول لنا يا رورو ازاي انتصر على العالم وافكاره والحته اللي هو دايما بيزقني ليها. ايوه السؤال ده كمان مهم قوي. لان دي حته احنا بنواجهها قوي كل يوم. بس قبل ما اتكلم على ازاي انتصر على العالم كعدو، انا عايزه اتكلم على العدو الثالث، وبعد كده نرجع نتكلم ازاي انتصر على العدو الثالث ده اللي هنتكلم عنه وعلى العالم كمان. العدو الثالث، فاكره يا سيما كان ايه العدو الثالث؟ الخطية. برافو عليك. الخطية هي ثالث عدو. ويعني ايه المقصود بالخطية؟ الخطية مش مقصود بيها بس الخطايا اللي انا بعملها، بس مقصود بيها الكتاب المقدس بيستخدم كده expressions تانية، وهو بيرفير او بيقول عن الخطية زي الانسان العتيق او جسد الخطية. كلام الكبير ده، بس لما تسمعه تعرف ان هو هنا بيتكلم عن خطيه. يعني ايه المقصود بالخطيه هنا وايه الفرق بينها وبين الخطايا؟ ان الخطيه دي هي الفساد، البوظان اللي حصل جوايا من ساعه ما الخطيه دخلت العالم، من وقت ادم وحواء. فلما ادم وحواء كانوا في الجنه والله قال لهم من كل شجر الجنه تاكلوا بس الا شجره معرفه الخير والشر، لانه لما تاكلوا منها موتا هتموتوا. ولما هم عملوا كده دخلت الخطيه للعالم. بس الخطيه مش بس دخلت، يعني الحته دي انا نفسي قوي نفهمها لان هتوضح لي قوي حاجات كتير. هي مش بس دخلت فانا ابتديت اعمل خطايا وهي كده قصه وربنا بيزعل مني واعداء، بس الخطيه بوظتني، يعني بوظت طبيعتي. يعني ايه بوظت طبيعتي؟ عارف كده لما تبقى عندك اي فاكهه مثلا برتقانه مثلا وحطيتهم كلهم في طبق وتنسيهم، لان ما حدش بيحب عاده البرتقان، ما حدش بيرضى ياكله، فالبرتقانه بتبوظ، بيحصل لها عفونه كده بتطلع فيها حته بيضه، ويقول لك تمالي لو برتقانه باظت شيلها بسرعه من جنب الباقيين لو لسه ما باظوش عشان ما تعفنش بقيه البرتقان كمان، مش الباقي كله يبوظ. ايه اللي بيحصل في البرتقانه؟ ان طبيعتها هي بتبوظ، هي نفسها بتبوظ. ده بالظبط اللي حصل لي لما الخطيه دخلت العالم. انا بوظت ازاي؟ ايه معنى اني بوظت؟ اني بقيت بحب الخطيه، بقيت عايز اعملها، والعكس كل مره بقى عايز اعمل حاجه كويسه مش قادر، بلاقي نفسي برجع اعمل الحاجه اللي انا مش عايزه اعملها. بالظبط كده. وانا لو فكرت في حياتي هلاقي انه انا كمان رورو، لو فكرت وسيمو وكل حد بيسمع لو فكر هيحس انه ايوه صح انا كده جدا. اوقات ببقى نفسي اعمل حاجه كويسه ومش عارف ليه. انت مش عارف مع ان الله خلقنا على صورته ومثاله، مش مفترض ان كانت تبقى هي دي الصوره من الاول. والعكس، في حاجات ببقى هموت وابطلها واوعد ربنا واوعد نفسي واوعد الناس واجيب ناس اوعدهم وما بعرفش، بطل شويه وارجع لها تاني. ايه اللي حصل؟ انا بوست
فبقيت بعمل اللي انا مش عايزه اعمله. وده بالظبط اللي بولس كان بيتكلم عنه. بولس فيه حته كده في الكتاب المقدس بيقول فيها انه كل مره ابقى عايز اعمل الحسنى، الحاجات كويسه، اجد الشر حاضر عندي، الاقي الشر هو اللي موجود وهو ده اللي انا بعمله. هي دي الخطيه. فالخطيه مش بس الخطايا اللي بعملها، الخطيه المقصود بيها او الانسان العتيق او جسد الخطيه هو البوظان اللي حصل جوايا. علشان كده انا قلت انا عايزه اتكلم عن دي قبل ما اتكلم عن العالم، لانه ايه هي بتوضح الخطيه دي في شكل ايه؟ بتوضح في ان انا بقيت سيلف سنترد جدا. يعني بقيت جوه نفسي قوي. انا كل حاجه في الدنيا بتحصل عشاني انا عايزه اتبسط، انا عايزه ارتاح، انا عايز كل خروجه بتلف وتدور حواليا، كل حاجه في كل خطه، كل بلان، كل حاجه في البيت، كل حاجه مع اهلي، كل حاجه مع صحابي هي عني انا. فانا بقيت في النص وكل حاجه بتدور حواليا. على فكره ده فساد. دي مش حاجه طبيعيه. واكتر شخص تعيس هو الشخص اللي بيعيش سيلف سنترد، محصور في الذات وفي جوه نفسه. انا ما اتخلقتش عشان اكون كده. حتى علاقتي بربنا بقت كده. فانا بقيت عايز ربنا يبسطني وربنا يباركني وربنا يقف جنبي، ولو اي حاجه من دول ما حصلتش ازعل من ربنا واتضايق من ربنا، وكأن انا محور الكون. انا مش محور الكون. دي مش حقيقه، ده بوظان. على فكره انا بقول الكلام ده لنفسي، يعني مش بوعظ بيه الناس، انا بقول لنفسي رورو انت مش محور الكون، لانه ده فساد حصل جوه قلبي. فالسلف سنترنس ده او ان انا بقيت جوه نفسي قوي بيظهر في شكل حاجتين. بيظهر في شكل ان انا بقيت شخص اناني قوي، كله عقليه، انا عايز كل حاجه عشاني انا. وبقيت شخص كمان عندي كبرياء، انا هعرف وانا كل حاجه انا اللي بعرفها وانا اللي هعملها بايدي. انا مش عايز ربنا اني مور، انا لو عايزه اتبسط هتبسط انا بطريقتي. هو ده الفساد اللي عملته في قلبي الخطيه. علشان كده انا محتاجه اقف مع نفسي. يمكن النهارده واقفه واسال نفسي هو البوظان ده حاصل فيا لان انا زي ما كنت لسه بقول اوقات ابص للناس واحس الشخص ده اناني قوي. فالانانيه وحشه قوي عند الناس، بس عندي انا اللذيذ يعني حق، يعني ده حقي. امال ايه يعني اعيش مش مبسوط؟ بس لو اتعاملت او قربت او صاحبت ناس طول الوقت بتفكر في نفسها، طول الوقت عايزه تخرج الخروجه اللي على مزاجها، تختار هي المكان، تاكل الاكل اللي هي عايزاه، نعمل الحاجه بطريقتها هي، مش عايز تبذل اي مجهود وكأن الدنيا بتلف وتدور حواليه، بتضايق قوي وبحس اني مخنوق. دي حاجه صعبه قوي. ايوه فعلا حاجه بتضايق. مع ان احنا اوقات كتير بنعمل كده مع ربنا، يعني لو ما عمليش اللي انا عايزاه واللي انا طالباه بقفش وبتقمص ومش بكلمه ودب في الارض وبحس وبحس انه لا، الانانيه عندي انا اوكي، حقي، انا لازم ابقى مبسوطه. بس لا، هي مش حقيقه. دي كلها فساد. انا بوست بسبب الخطيه اللي دخلت في حياتي. واحنا كنا لسه بنتكلم عن العالم، كنا بنقول ان العالم شهوه وغرور، هما نفس الحاجتين اللي كنا لسه بنقولهم، كبرياء وانانيه، نفس الحاجه. ولان احنا الناس اللي عندنا خطيه وفساد، احنا اللي عايشين في العالم، فبقينا عمالين نطلع شهوه وغرور وانانيه وكبرياء، وكل الناس بتتعامل كده مع بعض. فبجد بنوصل لمرحله بنحس انه لا، هو العالم لا يطاق. يعني الوضع بقى صعب جدا. انا جوايا فساد والناس جواها فساد وعمالين نخبط في بعض. عارفه كمان بحس المشكله ان احنا مش بنسمي الحاجات بأساميها الحقيقيه، فبتبقى بالنسبه لنا عادي. يعني لو وانت بتقولي الحاجات بأساميها بتحس انانيه، كبرياء، موضوع كبير قوي، انتوا ليه كبرتوا الموضوع كده؟ بس هي بحس ان هي دي مشكله، ان احنا مش بنبقى مدركين ومش بنسمي الحاجات بأساميها، فبتبقى عادي. يعني عادي بالظبط، عادي ان انا اغير من صاحبتي. انا مستسلم جدا للفكره دي، لانه مش من حق حد يبقى احسن مني. مش مظبوط، ده فساد. لا، هي ممكن يكون حد مختلف عني، ده وضع طبيعي، بس لان انا جوايا فساد. لما بتغير انت عندك انانيه وكبرياء وعندك مشكله. عشان كده انت تعيسه طول الوقت، بتقارني نفسك بالناس، طول الوقت عايز تبقي احسن واحده في الخروجه واحسن واحده في القعده دي، واروش واحده واجمد واحده واحلى واحده والذ واحده في المدرسه واكتر واحده الناس كلها بتصاحبها، وطول الوقت it's all about you زي ما بنقول، كله عني انا. دي مشكله كبيره. طول ما انا عايش بالطريقه دي no doubt، يعني ما فيش اي شك ان انا تعيس وحزين وبصحى افكر في نفسي، انا بفكر في نفسي. دي اتعس ناس. يس، انه حتى برضو لو مش بالافعال، يعني بالافكار. يعني انا ايه اللي بيدور في الحته دي، او انا بفكر ازاي في الحاجات اللي حواليا او كده. صح جدا. والناس اللي انا كنت المفروض احبهم بقيت عايز شهوه، عايز اخدهم عشان ينفذوا لي الحاجات اللي انا عايزها. ما بقتش اني مور، وكل حاجه عندي عايزه شو اوف بيها واوريها. المنظومه كلها باظت، علاقتي بالناس باظت،
وازاي محتاجه اشوف الحاجات واتعامل بيها مع الناس. لو عندي عربيه اساعد بيها حد، لا، هو العربيه دي مش حتى عشان الليفل العادي اني اسوقها دي، لا، العربيه دي عشان اشو اوف بيها. فده الفساد اللي حصل جوايا، ونتيجته انه ده الفساد اللي بقى موجود كمان في العالم، لانه ابليس هو رئيس العالم. طب ازاي يا رورو ننتصر على فكرة الخطية والعالم وكل الوحشة اللي كنت بتحكي عنها؟ ايوه، انا عامه وقفت وقلت انا مش عايزه اتكلم عن الحل ايه للعدو العالم الا لما اتكلم عن الخطيه، لانه الحل موجود لما بتغلب على الخطيه. بقدر كمان اعيش بشكل مختلف لما بتواجه مع وحشة العالم. احنا كنا في إبليس بنقول انه الحل في يسوع. والخطية الحل في الصليب، لأنه في الصليب الكتاب المقدس بيقول لنا كده في آية في غلاطي بتقول إنه أنا مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. إيه الكلام ده؟ أنا ما اتصلب، يعني أنا ما حصلنيش حاجة، هو المسيح هو اللي اتصلب. بس الكتاب المقدس بيعلمنا إنه الحل في الصليب. يسوع على الصليب أخذ الخطية، الفساد. هو مش بس احنا متعودين نعرف ان الصليب هو غفران الخطايا، دم يسوع المسيح غفر لي خطيتي، بس مش ده الجانب الوحيد. بس يسوع على الصليب انا اتصلبت معاه، خطيتي اتصلبت معاه. الحته البايظه اللي ادم سابها هي اللي اتصلبت معاه بالظبط كده. الحته الفاسده دي اتصلبت مع المسيح، علشان مش انا اللي هحيا، يسوع هو اللي هيحيا فيا. ونفسي نركز قوي في النقطه دي. زي ما كنا بنتكلم على الضلمه، بنقول ان الضلمه ليها باور. احنا ضايقين الباور ده، يعني مش محتاجه اشرحه لان انا عارف، يعني انا عارف كويس قوي ان الضلمه ليها باور. الصليب ليه باور اكبر بكتير قوي. دي كمان حقيقه ينفع اعيشها، انه انا ينفع في اشوف واعيش انه في الصليب ينفع اخد بر يسوع ليا واتغير. بس في الصليب، مش لما عافر اكون انسان كويس. ياما ناس حاولت كتير قوي اني ابقى حلو وكويس وجميل، مش قادر اعمل كده، مش قادر انا بغير. انا بغير، مش عارف اتغير. انا مش بتغير غير لما باخد او بقبل العمل يسوع على الصليب واقول له يا رب اديني بر يسوع يعيش فيا، وخد الخطيه البايظه الفساد اللي جوايا ده انا بحطه بصلبه عندك على الصليب. بعمل عمليه مبادله كده مع يسوع. هو ده كلام فاضي يعني ولا دي حقيقة؟ دي حقيقة جدا. دي حقيقة أنا شخصيا جربتها. أنا بقول الكلام ده مش عشان سيمو تقدر تقول نفس الكلام، مش كلام وخلاص. أنا عشت سنين كتير قوي وقع تحت خطية ومرعوبة حد يعرف أنا بعمل إيه، وتعيسة وحزينة وخايفة. وكنت أنا فاكرة كويس قوي في وقت كده، كنت وقت المدرسة، كنت بصحى من النوم حاسة إن أنا في حاجة طبقة على صدري، مش قادرة يعني، وافضل مستنيه بس حاجه كويسه تحصل في الحياه واخرج ولا يحصل اي حاجه عشان بس اطلع بره الحزن، الكآبه الجامده دي. ولما تخلص احس بكآبه جامده قوي. انا عشت الكلام ده، انا فاهماه، وعشت تحت الخطيه مش قادره ابطلها وبصارع فيها كتير قوي، وحاولت كتير جدا ابطلها واقول خلاص هنا دي النهايه، انا عمري ما هعمل كده تاني واوعد. وكنت بقى فعلا صادقه، يعني انا فعلا نفسي ابطلها، بس كنت باخد الطريق ما ابتديتش فعلا اتغير بشكل حقيقي الا لما وقفت وقلت انا مش عارفه اعمل كده. انا محتاجه حاجه اكبر مني، محتاجه قوه اكبر مني، الصليب. انا محتاجه يسوع يديني بره. ابتديت احس ان انا بجد بتغير وقادره اقول لا، انا مش عايزه اعمل كده، انا مش عايزه ابقى مع الناس دي، انا مش عايزه ابقى مع الشخص ده، انا مش عايزه اعمل الخطيه، انا مش عايزه اعمل كده. فبر يسوع ينفع اخده، ينفع احط خطيتي على الصليب، ده الحل. ولما انتصر على الخطيه اللي جوايا ينفع كمان انتصر في العالم. احنا كنا لسه بنحكي انه العالم لما كنت بقول لكم انه انا لاني بدرس ماركتينج فعارفه ازاي بيبوش عليا افكار، واحنا كمان قادرين نشوف الوقت اللي فات، الكام سنه اللي فاتوا، انه في زقة كده من أوقات، حتى من حكومات ومن بلاد ومن أشخاص عايزين يفرضوا على الناس فكرة. ودي بقت حاجة سهلة قوي، لأنه من خلال السوشيال ميديا الحاجات اللي كانت من كام سنة مش مقبولة دلوقتي مقبولة كويس قوي، ومن غير تفكير، من غير ما يبقى عندي فرصة أدرس الموضوع وأشوف أنا موقفي إيه من حاجة زي كده. حاجة زي مثلا الهوموسيكشواليتي والمثلية الجنسية، ممكن أكون أنا ما عنديش حتى فرصة، أنا لأن كل الناس بتقول ده حق والناس ولازم نعمل كده ولازم نقبل انه ده الترند الجديد، فبقيت انا كمان حاسس ان انا متوتر، وغالبا انا كمان لازم اعمل كده. بس عمري ما وقفت وفكرت انا قابل الكلام ده ولا لا. انا بعمل كده لان في ضغط
من السوشيال ميديا ومن الناس اللي حواليا ان انا لازم اعيش بشكل معين ولازم اعمل حاجه معينه ولازم افكر والا هبقى منبوذ وهبقى انا عكس كل الترند. لما بنجح ان انا احط فسادي على الصليب واخد بر يسوع، لما بقف قدام الفساد اللي في العالم تعظم المعيشه بقول لا انا مش عايز اعمل كده، انا مش هغير عربيتي مثلا او انا مش هصاحب الناس دي عشان اشوف، مش هعمل كده، مش عايز اعمل كده، لان انا عارف ان انا مطلوب مني احب الناس دي، مش اروح اتلزق فيهم عشان يبقى شكلي حلو. عارفة، لا يعني زي ما كنت بتقولي على قصة الأعداء إنه في العالم وفي إبليس وفي الخطية اللي جوايا، بحس مثلا إنه في أفكار زي اللي كنت بتتكلمي عنها إن هي ميكس ما بين كل الحاجات. يعني إبليس رمى الفكرة في دماغ حد فخلص في الموضوع انتشر وبقينا كلنا بنفكر بالطريقة دي، ولما أصلا مش بفكر كده أنا ببقى حاسس بالذنب أو بحس إنه يعني هو كل شوية في حاجات جديدة بتطلع، في كأنه في خطايا جديدة بتكتشف أو فاهمة قصدي؟ صح قوي. يعني نفسي أقول بس again dare to be different. خد موقفك الشخصي، ما تقلدش حد، ما تعملش اللي الناس كلها الوقت ده بتعمله. انت مقتنع بالأفكار دي؟ انت وقفت ودرست وذاكرت وقريت، ولا انت خايف تقول ان انا مش مصدق في اي حاجة بتتعمل، خايف تقول انا مش عايز اعمل الحاجة دي؟ تخافش، بالعكس. اجان نفسي افضل اقرر. انا بنبهر بالناس المختلفة اللي بتعرف تقول لا انا مش هعمل كده، مش فارق لي. قوية جدا الناس دي، انا بحب اصاحبها وبحب اتكلم معاها، وحتى لو اوقات افكارهم مش مقتنعة بيها لكن بحب اتكلم معاهم، لان الناس دي عندها الشجاعة انها تقول انا مش هعمل كده، انا هاخد رأيي، يعني هفكر وهدرس وهشوف الموضوع بيتكلم عن ايه وهكون رأيي انا الشخصي عن الحاجة، مش عشان كل الناس على السوشيال ميديا بتعمل حاجة انا كمان هعملها. واحدة من اصحابي ما عندهاش سوشيال ميديا، انا عارفه انت حاجه غريبه قوي، يعني ما عندهاش سوشيال ميديا وفي حد هي ما عندهاش، معزوله عن العالم، اكنها معزوله عن العالم، بس هي قررت انا مش هعمل كده، انا مش عايزه اخش في الصراع الجامد والمسابقه اللي انا مش قادره كومبيت فيها، انا مش هعمل كده. بحبها جدا لان بحس انه قويه جدا، ما حدش يقدر يعمل كده. اوقات بحس ان انا كمان مش قادره اعمل كده. ف be different, dare to be different، ما تخافش. وعايزه افكركم طول الوقت انه يسوع ليه كل السلطان، في الصليب في باور التغيير، فانا مش رايحه ازق لوحدي، انا بلعب في الفريق الكسبان قوي، يعني كسبان جامد، يعني اقوى فريق. طب يا رورو، يعني ده هيخلينا نتطرق لسؤال الشهير، انه لو يسوع عمل كل ده وانه الحل بتاعي في يسوع وفي الصليب، ولو انا فعلا شخص يعني كنت حقيقي قوي مع ربنا في وقت طلبت ربنا وطلبت ان هو يكون بيساعدني في الحرب اللي انا كبيرة قوي عليا دي، انا ليه خيبة؟ انا ليه متداس عليا اغلب الوقت؟ ولو انا مرات كتير بنتصر، ازاي اقدر اكمل كده؟ يعني ازاي ما تبقاش مرة كده جت بالحظ ولا ايه؟ يعني ازاي اكمل؟ يعني انا وانا بسمعك وانتي بتتكلمي حاسه ان انا بسمع الكلام ده with all my heart زي ما بيقول، يعني بكل قلبي وأعمقي. حاسة قوي بالسؤال ده وانتي بتسأليه، لأن هو صراعي أنا الشخصي كمان. أنا وسيم مش جايين نمثل إن احنا أجمد ناس في العالم وانتوا خيبة واحنا جايين ننصحكم خالص، احنا كمان في الصراع ده بنزق فيه. فأنا حاسة قوي بالسؤال ده وانتي بتسأليه، هو سؤال حقيقي جدا. أنا مش عارفة أقول إن أنا عندي كل الإجابة يعني مثالية، بس أنا أقول لك أنا بفكر إزاي وكتاب المقدس بيعلمنا إيه. أنا علشان أعيش بالشكل ده محتاج يمكن أعمل حاجتين أو يعني 3 حاجات. أنا محتاجة أفهم إن عندي مشكلة، منطقي جدا أحس إن أنا عندي مشكلة، وأفهم إنه الحل في يسوع وفي الصليب، مش في أي حلول تانية أنا جربتها قبل كده وفشلت، وابتدي أعيش الحقيقة دي، أطلبها وأعيشها وأقول يسوع غيرني، أنا عايزة أتغير، أنا بقبل عمل الصليب، أنا عايزة أعيش على المستوى ده. لو هي دي يعني أنا عارفة إن هما 3 خطوات، يبانوا هما 3 خطوات بس هي حاجة صعبة. لكن أنا محتاج على الأقل لو أنا بقع وأقوم، أنا شخصيا بعمل كده، محتاج على الأقل أبقى صادق مع نفسي. يعني لو أنا خيبة في الوقت ده أوكي أنا خيبة، بس أنا صادق، أنا حقيقي، أنا واقع فين هنا في ال3 حاجات اللي كنت لسه بقولها. ممكن تكون أنت بليز بس خليك صادق قوي مع نفسك، احنا مش هنمثل، يعني مفيش حد يمثل، أنت بتفكر بينك وبين نفسك. ممكن أكون مش حاسس إن أنا أصلا عندي مشكلة،
فالثلاث خطوات اللي كنت لسه بقولهم دول يبانوا يعني 3 خطوات بساط، بس هما انا عارفه ان هما يعني تشالنجينج قوي. انا كنت لسه بقول انا يمكن ما كنتش عندي الحل السحري يعني للاجابه على السؤال ده، بس انا شخصيا في المواقف اللي زي دي بقرر ابقى على الاقل صادقه، يعني مش هبقى خيبه وواقعه زي ما انت كنت لسه بتقولي. مع اني مش مفترض يعني دلوقتي بعد ما فهمت اني اوصف نفسي كده، انا بقول الكلام ده لرورو يعني، لكن على الاقل انا محتاجه اكون صادق مع نفسي. انا فين مشكلتي في ال3 حاجات دول؟ ف ما حدش بيسمعك، يعني انت مش بتقول الكلام ده بصوت عالي. من فضلك بس وانت بتفكر دلوقتي فكر وانت حقيقي جدا، انا واقع فين في الحاجات دي؟ انا ممكن يكون مشكلتي ان انا مش حاسس اصلا ان انا عندي مشكله، مش مدرك ان في اصلا مشكله. انا 100 انا كفاءه، انا كله تمام، انا بعمل اللي الناس كلها بتعمله، بس النتيجه ان انا كئيب وتعيس وحزين وخايف والضلمه ماليه حياتي. بس انا عارف ان انا كئيب وحزين وتعيس، بس أنا مش فاهم إن ده بسبب الخطية والضلمة وإبليس اللي بقى ليه سلطان على حياتي. فأنا يمكن أكون هي دي النقطة اللي واقعة مني. ممكن أكون لا، على الأقل دلوقتي يمكن أو من قبل كده أنا فاهم إن أنا فعلا عندي مشكلة وإن في خطية في حياتي وأنا بجد بحاول أبطلها ومش قادر. أنا يمكن أكون بس ما عنديش حقيقة إن يسوع عنده السلطان وإن أنا ليا حق في الصليب لأنه يسوع اتصلب عشاني. أو يمكن أكون حاسس إن أنا يعني مش بتاعي الكلام ده، يعني ده بتاع الناس المحترمة، يعني أصلا أنا مش قوي كده، يعني ده بتاع الناس بقى المؤمنة، ماما أصلها بتصلي كتير في البيت، أختي، واحدة صاحبتي، تيتا مثلا، ست كبيرة، يعني ده الناس، الصليب ده للناس دي. أنا أصلا عمري ما روحت كنيسة يعني فيعني الكلام ده مش عشاني، لا هو الكلام ده عشانك أنت، عشانك قوي. يسوع اتصلب عشانك انت وسفك دمه عشانك، والحق ده هو ليك لو انت عايز. فلو انت عمال تصارع، جربت 100,000 حاجة وما جابتش نتيجة، اقف النهاردة وجرب. يمكن الحل هنا، يمكن الحل فعلا في الصليب. اقف وقول يسوع انا نفسي اتغير النهاردة، انا نفسي العب في الفريق الكسبان، وشوف يمكن يكون هي دي النقلة اللي انت الوقت اللي جاي محتاجها في حياتك. ويمكن أكون مدرك ده، بس مش بسلك بالشكل ده. يعني مش بقرر إن أنا بجد يعني أنا عايز أمشي في السكة دي، أنا عايز أخد خطوات ناحية ربنا. خد بالك برضو إنه زي ما كنت لسه بقول، الصراع بتاع يعني يسوع هو اللي ليه النصرة، وأنا لأني بلعب معاه في الفريق أنا ليا النصرة زيه. فالسؤال مين اللي مالي حياتي؟ أنا اللي مالي حياتي ولا يسوع هو اللي عمال يملى الكوباية بتاعتي وكوباية حياتي؟ يسوع هو اللي عمال يملاني. فيمكن الوقت اللي جاي مش محتاجة أفضل أصارع وأخبط دماغي في الحيطة، بطل وأوقف وبطل أعمل كده. أنا مش محتاجة هي دي الدايرة اللي أصارع فيها. أنا محتاج ألف وأبص على يسوع وأقرب منه. يمكن تكون محتاج الوقت الجاي تاخد خطوات ناحيته، زي إن أنت تقرأ كلمته، تصلي، تلاقي ناس بتتكلم عنه وتقرب منهم بدل الناس اللي عاملين يبعدوك أكتر. تشوف مكان بيعلم عن يسوع وتعلم عنه أكتر، فأكبر وتغير وتملي. فلاقي نفسي تلقائي أخدت السكة مختلفة. أنا ماشي بلعب في الفريق بتاع يسوع، مش واقف لوحدي وعمال ألعب الماتش لوحدي وعمال أقول أنا بخسر ليه، أنا بخسر ليه. فاهمة يسيمو قصدي؟ عجبني قوي فكرة كأنها كوباية بتتملي. فمثلا لما يبقى جاي عليا نار، فالكوباية دي كل ما انا كل شويه بملاها ميه، فالكوبايه هتقدر تطفي النار يعني لو بتملي بيه. فهيبقى هو اللي بينتصر في الاخر. انا مش بخوض الحرب دي لوحدي، او انا بعافر بيها بدراعي زي ما كل مره بعمل وبفشل. صح قوي. انا عامه في الصراع، حتى بولس كان بيقول ان هو في الصراع، بس الفرق انا في الصراع ده متداس على وشي. انا مش عارف الحقيقه ومش عارف اللي ليا، مش بلعب اصلا في الفريق بتاع يسوع، انا مش مليان من يسوع. فانا اما مستسلم بقى للخطيه ودي طريقتي، يا اما بحاول ابطل بس لوحدي، ولا انا بقع واقوم. لكن انا قمت ورحت لعبت في فريق تاني. انا مش بلعب في الفريق الخسران، ولا بلعب الماتش لوحدي قدام 11 لعيب ماتش كوره انا بلعب قدامهم لوحدي وبقول وانا بخسر ليه. انت محتاج تقوم وتقف وتروح لكوتش ولفريق بيكسب تلعب معاه. يمكن تخسروا ماتش وتكسبوا ماتش، يسوع كده او كده عنده النصره، بس يمكن انت تقع وتقوم، لكن انت بتلعب في الفريق الكسبان. انت ركبت القطر اللي بيودي لطريق الحياه والنصره. في يمكن تقع وتقوم، لكن انت في الطريق ده. ما تستسلمش ان انت
لوحدك، بتلعب لوحدك، بتحارب في حتة لوحدك، وبتقع وبتخسر اللعبة لأنك لوحدك، إنك أصلا بتحارب وبتلعب الجيم أصلا غلط. فاهمة قصدي؟ يس فاهميكي. طيب يا رورو، أنا كده هلخص كل الحاجات اللي اتكلمنا فيها. انت قلتي انه الأعداء هم 4: إبليس والعالم والخطية والموت. وقلنا انه الخطية مش الحاجات الغلط اللي انا بعملها، الخطية هي الفساد اللي جوايا اللي كان موجود من ساعة آدم. وقلنا انه العالم مش بس الناس اللي حواليه، او مش الناس اصلا، دي فكرة غلط، بس العالم مقصود بيها الافكار وكل حاجة العالم اللي حوالينا بيصدرها لنا، وشكل الحياة واللايف ستايل اللي انا طول الوقت محتاجة ابقى ماشي فيه حتى لو انا عكسه. واتكلمنا عن إبليس بكل الجنود بتوعه، وانه الموضوع كبير يعني، مش سلطان الظلمة. يس، وسلطان الظلمة. وقلنا برضو انه ازاي ينتصر على إبليس، انه في يسوع. صح. وقلنا انه ازاي ينتصر على العالم والخطية في الصليب، وان انا عشان اعيش حياة النصرة دي ما يبقاش متداس عليا، انا محتاج ان انا اتملي زي كوباية طول الوقت بتملي من ربنا، فما بقاش بدخل الحرب دي لوحدي وبيداس عليا زي كل مرة. بقعد امسك نفسي ان انا مش هعمل حاجة دي، وادي وعود لربنا كتيرة قوي، بس في النهاية انا بدخلها بدراعي، فبخسر برضو زي كل مرة. فانا معايا قوي اشكرك على الوقت النهارده، ميرسي ان انت جيتي وفضيتي نفسك. انا استمتعت قوي بالوقت معاكي. ايوه انا كمان جدا. طيب انا نفسي بس سيمو قبل ما نقفل نصلي 10 ثواني يعني بالفكره اللي احنا قلناها. اوقات ببقى محتاج اقف واقول انا عايزه احط الكلام اللي انا سمعته ده في كلمات اقولهم لربنا. فلو انت اي حاجه من الافكار دي فرقت معاك صلي معانا بكلمات بسيطة قوي، بس صلي معانا، صلي وقول يا رب أنا عايز من ده، أنا نفسي أعيش على المستوى ده، أنا تعبت وزهقت وحاولت كتير ونفسي فعلا أتغير. اوكي، تعالي نصلي دقيقة. تعالوا كده نصلي ونقول يا رب أنا النهاردة حاسة إني مخي نور لما عرفت إنه يسوع والصليب فيهم قوة والسلطان أكبر بكتير قوي من السلطان الضلمة اللي مالي حياتي بقاله وقت. أنا نفسي أتغير يا يسوع، أنا نفسي ألعب معاك في الفريق، خدني معاك حتى لو أنا مش كويس enough. كل الناس بتبقى حاسة ان انا مش كويس enough يضموني ليهم وياخدوني ابقى معاهم، بس انا النهاردة قلبي مليان طمأنينة ان انت ممكن تقبلني العب معاك وتاخدني معاك يا رب، فنكسب في حياتي يا رب، ما افضلش طول الوقت محبط وحزين وخايف. يا رب انا نفسي اصلي النهاردة شيل الخوف والحزن والكآبة من قلبي، اديني طريق جديد امشي فيه، طريق فيه أنا بجد بتغير وما بعوز أعمل الحاجة اللي أنا نفسي. أنا مش عايزة أتفرج على بورنوغرافي تاني، دي حقيقة قوي جوايا. أنا مش عايزة أبقى في العلاقة اللي فيها نجاسة دي طول الوقت، مش عايزها تاني. يا رب غيرني وغير أعماقي، خليني أعيش بجد معاك في اسم يسوع. أمين. آمين.